المسلسل الحلو هو المسلسل اللي دايما قصته بتكون جديدة ومختلفة، بس في بعض الحالات ممكن يكون مسلسل قصته مكررة ولكنه حلو جدا وشادد الناس. وهي دي الميزة اللي بتتميز بيها مسلسلات محمد رمضان. محمد رمضان هو الممثل الوحيد في العالم اللي مسلسلاته مسروقة من بعض. يمكن ده يرجع لتشابه شخصية البطل في الأعمال دي، زي إنه جدع وشهم والدنيا جاية عليه. ولكن أهم صفة في كل الصفات دي إنه بينتقم. في ابن حلال حبيشة كان بينتقم لنفسه، وفي الأسطورة ناصر كان بينتقم لأخوه، وفي نصر الصعيد زين كان بينتقم لأبوه. ومحمد رمضان بيعمل كلاكيت تاني مرة وبينتقم لأبوه في مسلسل زلزال. وفي البرنس بقى بينتقم لمراته وابنه، أما موسى فبيعلي ليفل الانتقام وبيطلع ينتقم لمصر كلها. من بين كل المسلسلات دي بالنسبة ليا مسلسل البرنس هو أحسن مسلسل قدمه محمد رمضان. البرنس فيه كل العوامل اللي تخليه مسلسل متكامل، بداية من الكتابة والقصة اللي هي في نفس الوقت مش جديدة ومكررة، ولكن محمد سامي قدر إنه يقدم معالجة ممتازة للمسلسل، وده ظهر في قفلات الحلقات اللي كانت بتبقى أجمد من بعض، وكل حلقة بيكون فيها حدث. ده غير التمثيل اللي موجود في المسلسل سواء من أحمد زاهر وروجينا وباقي الكاست. أحمد زاهر في المسلسل ده كان معلي ليفل الشر، وناس كتير بتعتبر إن البرنس بطولة أحمد زاهر مش محمد رمضان. أحمد زاهر كان لامع جدا في المسلسل ده. البرنس قدر انه ينقذ مسيرة محمد رمضان من الفشل. قبل البرنس محمد رمضان قدم نسر الصعيد وزلزال، ولسوء حظه المسلسلين دول ما نجحوش ومعلموش مع الناس زي أعماله القديمة. عشان كده البرنس كان هو طوق النجاة اللي اداه محمد سامي لمحمد رمضان. البرنس قصة بسيطة بتتكلم عن اخوات بيكرهوا اخوهم الصغير وبيغيروا منه بسبب تفضيل ابوه عليهم. قصة البرنس هي محاكاة حديثة لقصة سيدنا يوسف مع اخواته. وقت عرض البرنس الناس كانت متفاعلة جدا مع الحلقات والأحداث اللي فيه، ولحد النهاردة في ناس لسه بتدور على بنت رضوان البرنس مريم، وناس تانية بتهدد أحمد زاهر إنهم مش هيسيبوه لو حصل لبنت رضوان حاجة. وكعادة أعمال محمد رمضان ومحمد سامي بيجي مشهد الخناقة المنتظر. المشهد ده شفناه قبل كده في مسلسل أسطورة، ولكن مميز في البرنس هو صوت أحمد سعد الجميل اللي بيشتغل في المشهد. ورضوان بيأدب إخواته وبيرنهم علقة موت مصر كلها بتفرح فيهم فيها. من الناس اللي عجبها البرنس الكاتب الكبير وحيد حامد اللي أشاد بمسلسل البرنس، لكن النهاية ما عجبتوش. يمكن أستاذ وحيد حامد كان عايز يكون في تويست في النهاية يقلب أحداث المسلسل والنهاية تكون غير متوقعة، بس قفلة المسلسل كانت عادية جدا. في النهاية رضوان بياخد حقه من اخواته وبيوقعهم كلهم في بعض وبيتجوز علا. بالرغم ان المسلسل ده احسن مسلسل لمحمد رمضان، الا انه بالنسبة ليا غير قابل للمشاهدة لانه فيه جرعة نكد وكآبة هتخليك تكره تفتح التلفزيون. يعني لو قارنته بينه مثلا وبين مسلسل جعفر العمدة اللي محمد رمضان قدمه بعد كده، هتلاقي ان جعفر العمدة قابل للمشاهدة اكتر من مرة، بالرغم ان قصته ساذجة جدا وفاضية وفيها حاجات كتير غير منطقية. محمد رمضان بقاله 3 سنين بعيد عن التلفزيون ومبيعملش مسلسلات. في خلال الكام سنة دول ممثلين كتير خدوا التيمة الشعبية اللي كان رمضان بيقدمها في أعماله وبقوا يستنسخوا منها. سواء حبيت مسلسلات محمد رمضان أو كرهتها، متقدرش تنكر إن مسلسلاته اللي قدمها هي المسلسلات الوحيدة اللي كانت قادرة تجمع الناس على القهاوي والكافيهات ولا كأنها ماتشات كورة. وحاليا طلعت أخبار عن رمضان إنه هيعمل مسلسل جديد في رمضان 2027، وهيتعاون فيه مع محمد سامي بعد الثلاثية الشعبية اللي هما قدموها مع بعض. ويا ترى هل محمد سامي ومحمد رمضان هيكونوا قد التحدي ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله لما نشوف مسلسل محمد رمضان الجديد. لو وصلتوا لحد هنا يبقى اكيد الفيديو عجبكم، فياريت ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة، وياريت كمان تفعلوا زر الاشارات عشان يوصلكم كل جديد. فيه لحد ما جمال يخلص بنا وتستلموا شقق. تمام.